أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بالسراء والضراء، يبتليهم الله جل وعلا بالنعم، يبتليهم الله تبارك وتعالى بالنغم. هذه هي الدنيا، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهي دار ابتلاء ودار اختبار يبتلي الله جل وعلا بها العباد. وهذه الدنيا هي مجبولة على الأكدار والمصائب والرزايا والكوارث، وكما قال الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. فهي مجبولة، فيها من الكدر وفيها ما يعكر صفوها، وهذه هي الدنيا. والله جل وعلا يبتلي العباد، يرى هذا الإيمان، يرى صبر هذا الإنسان، يرى ماذا يفعل الإنسان مع أخيه في محنته وفي شدته. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيحسب الإنسان أن يؤمن دون فتنة، دون ابتلاء، دون اختبار؟ كلا والله. لكن العاقل الذي إذا أنعم الله جل وعلا بنعمة شكر الله، وإذا شكر الله زاده الله وحفظ الله له نعمته من الزوال. وإذا ابتلاه الله جل وعلا بمصيبة فإنه يصبر، شاكر في السراء صابر في الضراء. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن العاقل. لذلك على الإنسان دائما أن يكون مع إخوانه في شدتهم، في كربتهم، يكون معهم حتى يحظى بتوفيق الله جل وعلا. إذا أردت يا عبد الله أن ييسر الله عليك كل عسير فيسر على إخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وإذا أراد العبد أن يكون في معية الله وأن يكون الله جل وعلا معه فليكن في عون أخيه، فليكن مع أخيه في حال الشدة وفي حال المصيبة وفي حال الكارثة. اسمع يا عبد الله ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. الله جل وعلا في عون العبد، يسدده ويوفقه ويفرج الله جل وعلا له همه، وينفس الله جل وعلا له كربه إذا كان العبد مع أخيه. نعم، لا شك ولا ريب. وإذا أراد المسلم أن ينفس الله جل وعلا له الكرب يوم القيامة عندما يفر المرء من أقرب قريب ومن أعز حبيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عندما يفر الإنسان من أقرب الناس إليه، من الأم، من الوالدة، من الوالد، من الأخ، من الصاحب، من الصديق، من هول ذلك اليوم المطلع، من هول ذلك المطلع المخيف، فليكن مع إخوانه في شدتهم وفي كربتهم. وانظر معي يا عبد الله، انظر معي واسمع يا عبد الله ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الله أكبر. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه يوم القيامة كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر. في ذلك اليوم العظيم عندما يكون التعامل بالحسنات والسيئات، لا يكون في المال أبدا والله، ولا في الجاه، ولا في المنصب، إنما يكون بالحسنات والسيئات. إما أن تثقل الموازين وإما أن تخف.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عندما يكون الميزان، عليك يا عبد الله أن تعمل في هذه الدنيا بتنفيس الكرب عن إخوانك، فالله جل وعلا ينفس عنك الكرب عندما تكون أحوج ما تكون إلى الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم. ومن هذا المنطلق أدعو إخواني سواء من قبيلة الظفير أو من أهل الخير عامة، أدعو أن يقفوا مع أخيهم عبد الله الظفيري الذي ما زال رهين السجن، وما زال في شدته، وما زال في كربته. أسأل الله جل وعلا أن يفرج عنه، أن يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى، أن يحتسبوا الأجر ويقفوا معه بغض النظر ما هي أسباب المشكلة وما دواعي هذه المشكلة. لا، نحن نعلم أن الشيطان ما زال موجود، والشيطان لم يمت، والشيطان أقسم على نفسه أن يفرق بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان إنه قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. ونحن لا نعلم، ربما الإنسان يتعرض لمصيبة ويتعرض لكارثة بسبب نزغات الشيطان. فهذه كلمتي لإخواني، أنصح بها إخواني وأدعو بها إخواني أن يقفوا مع أخيهم عبد الله الظفيري، أن يقفوا معه في هذه المحنة وفي هذه الشدة، وأن يقفوا ويسددوا ما بقي من هذه الدية. أسأل الله جل وعلا أن يكون الله جل وعلا معهم في محنتهم وفي شدتهم. وقد قال الله جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا نبخل على أنفسنا عندما يقدم الإنسان شيئا إنما يقدمه لنفسه. عندما يقدم الإنسان شيئا فإنما يقدمه لنفسه. لنعلم هذا الأمر، والله جل وعلا يخلف. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لهذا العمل الطيب المبارك، وأن يفرج عن أخينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.